من اكتر الاسئله اللي بتجيلي دايما اتعلم انجلش ازاي وببلاش. افضل التطبيقات اللي اقدر ارشحها لك هنا هو تطبيق ايستوريا، كنت اتكلمت عنه قبل كده وهفضل اتكلم عنه لحد ما تتعلم. تطبيق ايستوريا هو بيعلمك انجلش عن طريق القصص، بيعلمك اهم حاجه انت محتاج تعرفها في اي لغه وهي المصطلحات والكلمات. بس الفرق هنا انك لما تتعلم الكلمة من سياق وكمان بنطق سليم وصحيح من اهل اللغة، هتلاقي نفسك قدام مش مضطر ترجع تقول انا النطق بتاعي مش حلو، محتاج اركز على النطق واصلح منه، لانك اوريدي هتكون اتعلمت الحاجة بشكل سليم. كل القصص اللي موجودة على تطبيق ايستوريا هي بالتعاون مع اوكسفورد عشان يقدروا يضمنوا لك ان انت بتدرس منهج صحيح محطوط صح من اوله لحد الاخر. كل المستويات عباره عن قصص بتبدا سهله وبتبتدي انها تزيد في الصعوبه معاك، كذلك الكلمات بتبدا سهله وبتزيد في الصعوبه معاك. بتقدر تختار في ايستوريا الاكسنت اللي انت عايز تركز عليها او تسمعها، سواء كانت امريكان او بريتش. طبعا هنا لك حريه الاختيار. بيبتدي كمان يفكرك بالكلمات اللي انت بتتعلمها، وبيبقى عندك زي قاموس الخاص بيك انت بتقدر ان انت تسجل فيه الكلمات الجديده اللي انت بتقابلها وبتكون جديده عليك، عن طريق ان انت لما تقابلك كلمه جديده بتدوس عليها. تقدر تدوس هنا علشان خاطر تقدر ان انت تحطها في المكان بتاعها، وتقدر تقعد تسمع في النطق بتاعها الصحيح زي ما تحب. التطبيق اصله مجاني، ولكن طبعا فيه اشتراك، وهنا لك حريه الاختيار. ممكن ابعت لك رابط التنزيل بتاعه وتجربه. كمان ممكن تنضم لينا في جروب التليجرام اللي عاملينه بخصوص ايستوريا. بنشجع بعض، لو عندك استفسار الناس بترد عليك، وبنبدا ان احنا نشجع بعض ان احنا نكمل، لان دي اكتر نقطه بتقابلك وتواجهك، انك كل ما تبدا تلاقي نفسك وقفت في النص. سيب لي كومنت على الفيديو ده وهبعت لك مسج فيها كل التفاصيل وكمان روابط التحميل. ما تكسلش.